مع أني خلقت بالسعودية وعشت فيها كتير، اليوم لحتى عرفت إنه الرز البخاري مش أكلة سعودية. كفوا معي الفيديو تخبركن ليش اسمها هيك ومن وين. بدنا نقطع جزر لشرايح رقيقة. أما البصل بدنا إياه جوانح. نحط سمنة، وإذا بدكن اخلطوا زيت وسمنة. أول شي رح نبلش بالجزر. بس تدبل الجزرة منيح بنزيد عليها كوب زبيب. لما حبة الزبيب تنفخ وتصير هيك يعني صاروا ردي. رح فضيهم هون. زيت الطنجرة بنضيف البصل. بس تدبل البصلة رح وسع شوي وضيف اللحمة تقليها، ورح ضيف كمان توم مقطع. البهارات اللي هن كاري وكمون وكزبرة وملح. اللي معهم كمان ملعقة رب بندورة، ريحتهم بتشق القلب. في البندورة اللي طحنتها. وهلأ منجيب هيدي الخلطة اللي بتشهي بنقلها كلها على طنجرة الضغط. بليز انتبهوا، إذا ما بتعرفوا تستعملوا طنجرة الضغط اعملوها بطنجرة عادية، بس حتاخد وقت أكتر. فوقها مي لازم تكون مغلية. اضغطها 35 دقيقة. لا الدقوس عندي كتير حار، بندورة وثوم وكزبرة وحامض. فتحت الطنجرة وتأكدت إنه اللحمة مهترية، وهلأ بدنا نضيف الرز. غطيت الطنجرة بس مش رح أضغطها لأنه ما بدي الرز يخبص، وما بعرف مش مجربة قبل أعمل الرز فيها. في شي مهم، هولي اللي عملناهم حطوهم هيك عميلة واحدة حتى كمان ياخدوا الطعمة. الريحة كتير طيبة. أول شي رح شيل من على الوجه الجزر والزبيب. هيدي الأكلة أصلا من أوزبكستان وتسمت بخاري على اسم مدينة بخارى. نقلت على السعودية عن طريق الحجاج والتجار وصارت من أطيب الأكلات الشعبية، لازم تجربوها.